بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وهنا وسعادة يا رب. هتعملي لنا ايه النهارده يا ام محمد؟ هعمل لك الرز المعمر الفلاحي بالبط على اصول. هتحط لنا في بط، اي هحط لك في المعمر بط، وهوريك هيعملوا ازاي، وهيعجبك ان شاء الله باذنك يا رب الطريقه. وهعمل لك جنب منها صينيه بطاطس برده في قلب الفرن بسرعه كده، بس عشان الحق نخلص وما اطولش عليك الفيديو. بس والنبي يا حبيبتي ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه. الاول بصي، انا مش هحط في قلب مش هحمر البطه في قلب الزيت او السمنه، علشان البط طبيعته بيبقى سمين ودسم، فما منوش لازمه ان انا احمره في البتاع. طب هعمل ايه؟ هنجيبه حله هنحطه فيها نصها ميه، حله نصها ايه ميه اهي زي ما انتم شايفين كده. اول الميه ما تسخن هنزل عليها بالايه، هنزل بالبطايه. انا عندي هنا ايه، نص بطايه اهو، ودي الكبدايه والقنصايه. انا من عشاق بقى احط الكبده والقنصه كده في قلب الايه الشرب. وادي الراسه بالرقبايه، وادي الرجلين. هتقولي لي الرجلين يا ام محمد؟ هقول لك ايوه الرجلين. كان النفر والله نفسه يحط ريش بس ما ينفعش اساسا. حلو كده، حطيناها في قلب الايه، في قلب النار. حطينا البطايه في قلب النار. بصوا، هجيب بصلايه هقسمها على ايه، على 4 كده. حلو الكلام. وكمان انا بس جايبه المستكه والحبهان، يعني حبتين مستكه وحبتين ايه حبان في النار كده. حلو الكلام. وكان انا مثلا جايبه، بصوا اهي، حبتين ورق ايه لورا. هسيبهم كده في النار على الاول بس ما تستوي نص البطايه، وهقول لك نعمله ايه. بس انتي والنبي يا حبيبتي ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه. شوفي يا حبايبي، الشوربه بسم الله ما شاء الله رايقه وبيضه الزين. طبعا انا ما حطيتش، وبسم الله ما شاء الله شوفوا برده سمينه اهو. طبعا انا ما حطيتش طماطم، انا بحب الشوربه بتاعت المعمر بتكون بيضه ما تكونش حمرا. هطلع بقى دلوقتي نص البطايه عشان هقول لك نعمله ايه. نحط حته سمنه على زيت، على زيت كده، حته سمنه على زيت. وتاني احنا ماسكين نازلين بالتحمير ايه، البطه بتاعتنا. ندوها بس من هنا لون ومن هنا ايه لون، من واحد. مسكنا بعد ما حمرنا نص البطايه، بصوا بقى كده هناخده ايه، حبه الملح كده ايه على الراس. شوفي انت بقى بتحطي الحدق بتاعك شكله ايه اهو. بصي انا احب احط في المعمر حبه فلفل اسمر، مش يعني حبه ايه، مش يعني حبه صغيرين كده، لان احنا ماسكين ايه مقلبينهم كده. بسم الله. بقى ناخد البرام بتاعنا كده. البرام ده احنا مسمينه عندنا برام الوفق. يعني ايه برام الوفق؟ الحمد لله والشكر لك يا رب. يعني ايه برام الوفق؟ يعني العروسه يوم فرحها اهلها بيودوا لها اكل. يعني كده بس ايه، نحط بس كده ايه حبه رز بيحطوا لها اكل. من ضمن الاكل ده لازما ان هما يحطوا لها ايه، يحطوا لها برام، ولازما يبقى فيه بطايه، فاسمه برام الايه، برام الوفق عندنا. يعني حطينا هنا حبه الرز اهو، اللي احنا ماسكين جايبين ايه كده، اسمها ندسوا الايه، اسمها ندسوا الايه، ندسوا البط في قلب الايه البرام. بصوا بيبقى شكله كده. وده اللي احنا ماسكين بصوا ونازلين عليه كده في الايه، بحبه الرز التانيين. عملنا احنا كده كام طبقه رز، طبقتين اهو. حلو. ده احنا ماسكين نازلين ايه باللبن. اللبن قد ايه يا ام محمد؟ زي ما ايه، ما كنت بقول في كل الفيديو. طبعا نص اللبن بصوا بقشطته كل حاجته، يعني بسم الله ما شاء الله لبن سمين اهو. لحد وش الايه، وش البرام او الوش الطاوله، الاتنين واحد.
لو عايزه يبقى كله لبن حطي، بس انا طبيعتي بحب احطه ايه لحد وش الايه الطاجن كده، علشان ما ينفعش تحطي في الطاجن المعمر يبقى كله لبن، ما ينفعش. لازم تحطي فوق ايه الشوربه او ايه او ميه. بصي هكمله بقى ايه، طبعا بيبقى قد ايه من عياره، عقلتين، يعني عقلتين بالظبط من ايه من فوق الرز. واحد. بصوا هنكمله بصوا بالشوربه. فاضل بس ايه بهارات كمان شرب. هنيجي بقى نحطه ايه تاني في الاخر. واحد. يعني احنا ماسكين ايه حاطين حته ايه سمنه صغيره كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كبيره يعني، حته ايه حلوه كده، عشان ما تنسوش ان احنا محمرين البطايه وايه واللبن كمان سمين. وحته ايه بصوا كده شكل الايه الطاجن اهو. هنحطه بقى في الفرن وهكمل لك بعد شويه. 2 1 1. بصوا يا حبايبي نيجوا بقى ايه لصينيه الايه البطاطس. طبعا انا جبت ايه 3 طماطمات كده او 4 طماطمات، الكميه اللي انت عايزاها، بشرتها على بصلايه مقطعها على ايه على فصين توم. يلا ونحطهم هنا كده. هتقولي لي بشرها ليه؟ هقول لك علشان استفاد، بدل ما تبقى عصرها تبقى طماطمها ياما، تبقى طماطمها ايه تبقى طماطمها ايه يعني قليله، يعني ما تبقاش فيها دمعه ياما. بصوا بسم الله. 1. بصوا يا حبايبي اهو. كملي بقى ايه الشوربه. تقوم ايه البطاطس لما تستوي في الشوربه بيبقى طعمها احلى. ما تنسيش بقى ايه تحط لها ايه بسم الله الرحمن الرحيم حته السمنه بقى الصغيره والملح والفلفل ونحطها في قلب. بصوا يا حبايبي عملنا البرام المعمر اللي هو بيبقى جوه بط مدسوس في بط، وعملنا صينيه الايه البطاطس الصغنونه الحلوه دي. يا رب النهارده وصفه النهارده تكون عاجبكم. بصوا شوفوا رجل البطايه نوري كده يا بنتي رجلها، بس مش عايزه اشيله عشان ايه ما بوظت الايه شكل الطاجن يعني. يا رب فيديو النهارده يكون عاجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.